مشاهدينا في كل مكان، سعدتم مساء. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الفعاليات الرسمية لاختتام مهرجان إريتريا 2026. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج 114 طالب بدرجات علمية متنوعة. الجمعية الإريترية للجيولوجيين ومهندسي التعدين تعقد مؤتمرها السنوي. مقتل 32 مدنيا في هجمات مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم عالمي لسوريا. ورئيس كازاخستان يدعو بوتين إلى تجميد الحرب في أوكرانيا. أهلا بكم. اختتمت مساء اليوم 26 من يونيو بأرض المعارض الإكسبو فعاليات مهرجان إريتريا 2026 خلال الحفل الرسمي. وفي كلمته خلال مراسم الاختتام الذي حضره عدد من وزراء وحكام الأقاليم وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة، أكد مفوض الثقافة والريادة ورئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السفير زمد التخري أن المهرجان شكل تجربة مهمة أسهمت في تعزيز النجاحات المحققة والوقوف على جوانب التطوير، بما يسهم في الارتقاء بمستوى تنظيم الدورات المقبلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وأضاف السفير زمدي أن التجربة المكتسبة تمثل أساسا لتطوير البرامج المستقبلية، مشددا على أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات البناءة لإعداد مهرجانات أكثر جودة وفاعلية، بما يعزز من تحقيق أهدافها الوطنية والثقافية. وأشار التقرير الختامي للمهرجان إلى أن نسخة هذا العام تضمنت 24 برنامجا وفعالية نفذت بجهود كبيرة وتعاون واسع من الجهات المشاركة، مع التأكيد على إعداد تقرير يتضمن أبرز الإيجابيات والتحديات والتوصيات لرفعه إلى الجهات المختصة للاستفادة منه في التخطيط للدورات المقبلة. وشهد الحفل الختامي الذي تخللته عروض فنية وثقافية توزيع شهادات مشاركة وتقدير على الجهات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح المهرجان. ووفقا لتقارير لجنة تنسيق الاحتفالات، استقطب مهرجان إريتريا 2026 الذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو استقطب نحو نصف مليون زائر. وتضمن المهرجان بمشاركة الأقاليم والوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الوطنية والقطاع الخاص باقة واسعة من الفعاليات، شملت عروضا تراثية وحديثة ومعارض للموسيقى والفنون وأجنحة تمثل أنماط الحياة والمساكن التقليدية للقوميات الإريترية، إضافة إلى معارض الثروات الزراعية والبحرية وندوات ومحاضرات متخصصة ومعارض للكتاب والفنون التشكيلية والمنتجات الحرفية والابتكارات، إلى جانب بازار تجاري وركن مخصص للأطفال، بما يعكس التنوع الثقافي والإمكانات التنموية التي تزخر بها إريتريا. خرجت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية يوم أمس 25 من يوليو 114 طالب، 60% منهم طالبات بدرجات الدراسات العليا ودرجات البكالوريوس والدبلومات في تخصصات مختلفة. الخريجون هم 18 حاصلا على درجات دراسات عليا في الطب التخصصي، و61 حاصلا على درجة البكالوريوس، و35 حاصلا على دبلوم. تشمل مجالات التخصص الطب الباطني والطب العام والجراحة والأشعة والتصوير الطبي، وطب أمراض النساء والحمل والولادة، وعلم الأمراض وطب الأطفال، وعلوم المختبرات الطبية والتخدير والتوليد، والرعاية الطبية للبالغين، وطب الطوارئ والإغاثة، وطب العيون، وطب الأسنان. وصرحت ضيفة الشرف وزيرة الصحة آمنة نور حسين بأن الحكومة قد استثمرت بكثافة في القطاع الصحي، شأنها في ذلك شأن جميع القطاعات الأخرى، وأدى بالمحصلة إلى رصد تغيرات ملموسة في الموارد البشرية والمعدات، وبالتالي في الحالة الصحية لشعبنا، مشيرة إلى أنه تم إعداد مبادئ توجيهية وخطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتم العمل عليها بجد.
وحثت الخريجين على توسيع معارفهم وتعميقها والتحلي قبل كل شيء بأخلاقيات العمل وتعزيز قدراتهم المهنية، إذ يتطلب الأمر عملا دؤوبا لضمان حصول كل مواطن على الخدمات الصحية الأساسية وتوفير رعاية صحية عامة ملائمة، والأهم من ذلك كله خدمات صحية عالية الجودة. وقال عميد الكلية الدكتور جيتو أم حاجوس من جانبه إن تنمية الموارد البشرية تعد إحدى أولويات البلاد، وقد استثمرت الحكومة الإريترية بكثافة لضمان استمرارية وجودة التعليم المقدم، وتقوم بمهمة هامة لضمان تقديم خدمات طبية عادلة من حيث التغطية والنطاق، معربا عن ثقته بأن الخريجين سيقدمون مساهمة مهنية مخلصة. وقال ممثل الخريجين إن يوم التخرج يجسد المسؤولية الجسيمة التي ألقاها الشعب والحكومة على عاتقهم بعد أن استثمروا فيهم استثمارا كبيرا، مؤكدا بأنهم سيقومون بدورهم للارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد إلى المستوى المنشود. وتم تسليم الميداليات والشهادات للحاصلين على أعلى الدرجات خلال الحفل. في الختام أدى الخريجون قسما لخدمة شعبهم بما يمتلكونه من معارف ومهارات. عقدت الجمعية الإريترية للجيولوجيين ومهندسي التعدين مؤتمرها السنوي تحت شعار التكامل المهني لبناء قيم مشتركة في قطاع التعدين يومي 24 و25 من يوليو في العاصمة أسمرة. وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس الجمعية السيد دانيال ولد يوهنس إن المؤتمر يعد تذكيرا بأن التنمية المستدامة لقطاع التعدين لا تعتمد فقط على التميز التقني، بل أيضا على التواصل وتبادل المعرفة والمهنية والالتزام المشترك بالتطوير المهني. وأشار إلى أن شعار المؤتمر يعكس إحدى مهام الجمعية المتمثلة في الجمع بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين لتبادل المعرفة والخبرات وضمان مساهمتهم المسؤولة في التنمية المستدامة لقطاع التعدين في إريتريا. وقدمت 14 ورقة بحثية في المؤتمر، وجرت مناقشة موضوعات شملت تقييم الأثر البيئي ومشاريع التنمية ونبذ عن مؤسسة بيشا للتعدين ومعالجة الفوارق وخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع التعدين الإريتري وتطورات مؤسسة زارا للتعدين والوضع العام لصناعة التعدين في إريتريا. كما جرت مناقشة الدور المتخصصين في قطاع التعدين في تعزيز الوعي العام وآفاق وتحديات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وتأسست جمعية الجيولوجيين ومهندسي التعدين الإريتريين في ديسمبر 2019 وتضم أكثر من 300 عضو مسجل. عقد فرع وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعات تقييمية في جميع المديريات خلال الفترة من 10 إلى 18 من يوليو 2026، وذلك بهدف مراجعة مستوى تنفيذ الأنشطة الصحية خلال النصف الأول من العام. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن تعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الصحية ولا سيما خدمات صحة الأم والطفل يتطلب تكاملا في الجهود بين إدارة المديريات ووكلاء الصحة والعاملين الصحيين، مؤكدا أن صحة الأم والطفل هي الركيزة الأساسية لبناء أسرة سليمة. كما شدد على أهمية مواصلة تنفيذ برامج مكافحة الأمراض السارية مع إعطاء أولوية خاصة لحملات التطعيم الجارية للحد من انتشار مرض الحصبة، داعيا إلى تكثيف الجهود لضمان نجاح البرنامج وتحقيق تغطية أوسع. وأشارت التقارير المقدمة من المؤسسات الصحية في المديريات إلى تحسين عدد من المؤشرات الصحية، حيث ارتفعت خدمات رعاية الحوامل قبل الولادة بنسبة 4%، وزادت نسبة الولادات داخل المؤسسات الصحية بنسبة 5%، فيما ارتفع الإقبال على خدمات متابعة الحوامل بنسبة 4%. وخلال المناقشات دعا المشاركون إلى معالجة النقص في سيارات الإسعاف والأدوية وتعزيز الدعم وكلاء الصحة المجتمعية والعاملين الصحيين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفي ختام الاجتماعات أكد المشاركون ضرورة تعزيز دور المديريات في رفع مستوى الوعي الصحي وزيادة استفادة المجتمع من الخدمات الصحية، ذلك بما يدعم الجهود الرامية إلى تحسين المؤشرات الصحية في مختلف أنحاء الإقليم.
قدم أعضاء الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية الذين تلقوا تدريبا في الفن إلى جانب أعضاء الجمعية الوطنية للصم عروضا فنية متميزة ضمن فعاليات مهرجان 2026، وذلك يوم 24 و26 من يوليو. وأوضح الفنان كحساي قبرهوت المشرف على البرنامج التدريبي، أوضح أن 70 متدربا من مختلف القوميات الإريترية التسع تلقوا تدريبا استمر 4 أشهر خلال عام 2025، مؤكدا أن العروض التي قدموها أبرزت مستوى متقدما من المهارة والقدرة على الأداء. من جانبها أعربت رئيسة الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية السيدة يبرها لم يعبية ورئيس الجمعية الوطنية للصم السيد ولد مكيال سيلم أعرب عن شكرهما للجنة الوطنية المنظمة للمهرجان لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعيتين، وذلك بهدف المشاركة في هذه الفعالية، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم، داعيين إلى توسيع هذه الفرص مستقبلا. كما أكد أولياء الأمور أن المشاركة أبنائهم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية تمثل إنجازا مهما يعكس نجاح جهود التأهيل والدمج، مطالبين بمواصلة توفير فرص مماثلة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة المجتمعية. مشاهدينا في كل مكان، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، قتل ما لا يقل عن 32 مدنيا خلال الساعات 72 الماضية في هجومين مسلحين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، واستهدفت الهجمات قرى في منطقة مامباسا. وبحسب منظمات المجتمع المدني المحلية، فإن حصيلة القتلى لا تزال أولوية مع استمرار أعمال البحث عن ضحايا محتملين آخرين. وأدى تصاعد أعمال العنف إلى موجة جديدة من النزوح في القرى المتضررة والمجتمعات المجاورة، حيث فر السكان خوفا من وقوع مزيد من الهجمات. في أول زيارة يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ عام 2009، دعا أنطونيو غوتريش المجتمع الدولي إلى دعم شعب البلاد. وبعد وصوله أجرى غوتريش مباحثات مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قبل أن يقوم بجولة في الحي القديم من دمشق وفي الجامع الأموي الشهير. وتأتي زيارته فيما لا تزال سوريا تتعافى من النزاع الدموي الذي اندلع في مارس 2011 وأودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص. ومنذ تولي الشرع السلطة، يحث المجتمع الدولي السلطات الجديدة على بناء مؤسسات قوية وفعالة وإرساء نظام حكم يشمل جميع مكونات المجتمع السوري المتعدد الأعراق والطوائف. دعا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف خلال قمة روسية كازاخستانية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تجميد النزاع. وطرح توكايف لبوتين خلال القمة التي عقدت في مدينة أومسك في سيبيريا العودة إلى اتفاقات اسطنبول لعام 2022 والتحرك بعد ذلك نحو السلام الذي طال انتظاره. ورد بوتين بالقول إنه سيطلع توكايف خلال لقائهما على تطورات الحرب. وتعثرت المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، فيما أكد بوتين مرارا أن موسكو تعتزم السيطرة بالقوة على ما تبقى من شرق أوكرانيا. عاد طاقم فضائي أمريكي روسي مشترك إلى الأرض بعد مهمة استمرت 8 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية. وهبط رائد الفضاء في وكالة ناسا كريس ويليامز ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي كود سفيرتشوكوف وسيرجي ميكاييف بسلام في مركبة سويوز MS-28 في كازاخستان من مدينة جيزكازغان. مهام علمية واستعداد لبعثات القمر والمريخ. وفق وكالة ناسا، أمضى الطاقم 241 يوما في الفضاء، دار خلالها حول الأرض 3856 مرة وقطع أكثر من 102 مليون ميل، أثناء تنفيذهم تحقيقات علمية تهدف إلى المساعدة في تحسين الحياة على الأرض والتحضير للبعثات المستقبلية إلى القمر والمريخ.
ختام نشرة هذا المساء مشاهدينا إليكم أبرز ما جاء فيها. الفعاليات الرسمية لاختتام مهرجان إريتريا 2026. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج 114 طالب بدرجات علمية متنوعة. الجمعية الإريترية للجيولوجيين ومهندسي التعدين تعقد مؤتمرها السنوي. معطل 32 مدنيا في هجمات مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم عالمي لسوريا. ورئيس كازاخستان يدعو بوتين إلى تجميد الحرب في أوكرانيا. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.